عارفين ليه الوضوء؟ علشان أول ما بتغسل إيدك بتقول اللهم ناولني الكتاب باليمين، والمضمضة هتقول اللهم إني ثبت لساني بالنطق بالشهادة، والاستنشاق اللهم استنشقني رائحة الجنة، والاستئثار اللهم نجيني من رائحة الزقوم. غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه وتبيض الوجوه. غسل اليدين إلى المرفقين، اليد اليمنى اللهم اجعلني من أصحاب اليمين، اليد اليسرى اللهم نجيني من أصحاب الشمال. بمعنى ان كل عضو انت قمت بوضوءه هيبتدي ان هو يطلب من ربنا الدعوات دي كلها. الفم والأنف واليد هتبتدي ان هما تتكلم. كمان غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تسود وجوه، تمام، وتبيض وجوه. مسح الرأس اللهم اعتق رقبتي من النار، اللهم ردني مرض المؤمنين. وغسل الرجلين اللهم لا تذل قدمي عن الطريق المستقيم. نصيحة: من كتم علما كان عليه حجة يوم القيامة. بالله عليكم انشروها واعملوا اكسبلور كتير جدا للفيديو ده، خلي ناس كتير جدا تعرف أهمية الوضوء بالنسبة لنا كمسلمين، وإن كل عضو في جسمنا هيتكلم ويدعي دعوة بقدر ما نال منه الوضوء. وتاني بقول لكم: من كتم علما كان عليه حجة يوم القيامة، فلا تجعلوا في أنفسكم حجة، وإنما انشروها.